السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يوم جديد في الحمام بتاعنا. بصوا بقى يا جماعة، احنا كل يوم كده نطمن نشوف ايه اللي بايض واللي مش بايض وايه اللي بياكل واللي مش بياكل. بصوا انا اشيل الاكل كده عشان ياكل الدشاشة دي كلها. بصوا بقى يا جماعة، انا زي ما قلت لكم من فترة كده كنت مولفة دكرين على نتايتين عندي. ده النتايتين دول كانوا الحمام بتاعهم كان طاير، الفردتين بتاعهم كانوا طايرين. طبعا لسه ما اتعودوش على المكان وكده، فسبت الرفاصه مفتوحه. ففوجئت النهارده لقيت ان هما زي ما انتم شايفين كده، واحده فيهم هتلحم العش بتاعها. بصوا جايبه قش وحطاه فين اهو. جايب طبعا المكان القفاصه دي، طالما واحده عملت كده يبقى ان شاء الله هي مش هتبيض. ماشي، مش هننفع نحط اي حاجه في القفاصه لحد هي ما تبيض وتطلع وعيالها كمان يكبروا. سبت لها المكان عشان ما تغضبش وتوقف ان هي تبيض. طبعا طالما لحمه العش في المكان دي، واختها التانية برضو هنوريكم المكان اللي هي لحمه العش فيه. طبعا اول مره يحصل عندي ان هم يجوا على الارض كده، بس ما عنديش اي مشكله. دي مش عارفه طلعت ولا لسه، نيجي لسه ما طلعتش. كل يوم نيجي نبص كده، بص على كل الحاجات اللي عندي عشان نحط في خلاص دي جوه طالعه لوحدها. اللي كان معاها بيضه وانا شفت البيضه بتاعتها مفيش حاجه خالص. في حاجات خالص. احنا ننتهي. بصوا بقى التانية معششة فين، بصوا اهو جايبه القش ومعششاه وحطاه بالشكل ده. طبعا المكان اللي يريحهم ما يعني مش هنحشوه، من اما يبيضوا. المهم ان ربنا يكرمهم ويبيضوا. انا كنت حاطه لهم دشيش، وجيت دلوقتي حطيت لهم شويه علف تسمين عشان خاطر الحمام الزغاليل اللي طالعه ديت يتغذى، علشان خاطر يربرب كده معاكي، ما يغيبش معاكي يعني. بالذات في فتره الصيف ديت بيبقوا سحبهم في الاكل قليل، فالحمام ما بيكبرش بسرعه. وكمان كل ما الصيف دخل عليكم كل الحمام مسعره هيبقى قليل، فنلحق اللي موجود ده نبيعه بالسعر اللي ماشي اليومين دول. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمام اليومين دول في الصيف بيرخص خالص خالص. فانت اللي عاوز يطلق حمام، اللي يلاقي عنده جوه زغاليل ذكر وانثى مولفين كده يخليهم ذكر وانثى، يخليهم بحيث ان هم يطلعوا وربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. كل فتره كده بنطلع لي جوز جديد، بحس ان انا نكتر العدد اللي عندي وان شاء الله خير. طبعا هو الزغاليل اللي انت بتطلعها بتستنى 6 شهور. شوفوا الاكل بقى عامل ازاي. انا هنسيبهم بقى يوم من غير اكل، كل اللي انتوا شايفينه ده مش هيستعمل. طبعا ما فيش اي مشكله خالص ان هم يبيضوا في القفاصه، يبيضوا على الارض في المكان اللي يعجبهم يبيضوا فيه. انا كنت على القفاصه دي كنت هندخل فيها فراخ بيضه، بس لو لقيتهم كده هيستمروا في البيض في المكان ده هنبتدي نغير المكان ونحضر في مكان تاني عشان ما يزهقوش. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ويبيضوا في المكان اللي يعجبهم. ده بالنسبه لان انا كنت بكلمكم النهارده عن الحمام. لو لحم عيشه في اي مكان ما تنقلهوش، خليه ما تزعلهوش في الحته اللي تعجبه، المهم ان هو يطلع في الاخر يعني. انا اصلا بفضل تطليع الصفايح بصراحه، حتى لا قدر الله يعني لو في فار ولا في حاجه ما يحصلهمش حاجه. بس طلب لو حصل كده خلاص. انا كان عندي برضه حمامه كانت بتطلع في الارض اللي هي طارت مني دي، بتطلع في الارض. وكان عندي فراخ موجوده في المكان هنا، فكان الفراخ كانت بتنقر على طول فيهم، وكانت بتكسر لهم البيض، وكانت عامله لهم مشاكل ياما. واحده واحده هم من نفسهم بيبيضوا في الصفايح، ما بقوش يبيضوا تحت. كانت الحمامه الفراخ اللي عندي كانت مبهدلهم احلى بهدله. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.